خارجية غامبيا والسيد وزير التجهيز الغامبي. هذا الوفد الغامبي المهم الذي يزور المغرب اليوم يأتي في ظرفية مهمة، في ظرفية الاهتمام من جلالة الملك بإفريقيا وتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية. والعلاقات مع غامبيا هي علاقات تاريخية، علاقات إنسانية واجتماعية، وعلاقات على أعلى مستوى بين رئيسي الدولتين قبل أن تكون علاقات بين حكومتين. سنة 2006 كانت هو بزيارة لجلالة الملك محمد السادس إلى غامبيا، وكانت مناسبة لإعطاء دفعة للعلاقات الثنائية وتوقيع عدد مهم من الاتفاقيات. اليوم تناقشنا حول أوجه التعاون بين البلدين على المستوى السياسي والدبلوماسي، على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الثقافي، واتفقنا على خطوات لتطوير هذه العلاقات، واتفقنا أيضا على الإعداد الجيد لعقد اللجنة المشتركة في القريب في الأشهر المقبلة. أريد أن أشكر دولة غامبيا على دعمها للمغرب فيما يخص قضية الصحراء بمواقفها القوية والواضحة على مستوى المنتديات الإقليمية وعلى مستوى المنتديات الدولية أيضا. وقد تناقشنا أيضا حول هذه القضية حول كيف يمكن أن نتعاون أكثر لدعم الجهود المشتركة لنصرة هذه القضية وأمثالها. شكرا جزيلا للسيدة وزيرة الخارجية وللسيد وزير التجهيز، ومرحبا بكم.